بيبدأ الفيلم بحكاية جديدة عن قتال باتمان والجوكر، لكن الحكاية دي محدش يعرفها. وبنشوف باتمان وهو في مصحة أرقام النفسية، وبيكون الغوريلا غرود بيعمل تجربة جديدة علشان يسيطر بيها على مدينة غسام. فبنشوف باتمان وهو بيحاربه علشان ما يكملش التجربة، لكن الغوريلا بيقوله إن المرة دي مش هيسمح له يوقف اللي بيعمله، وبيروح رامي باتمان على آلة السفر، ودي بتكون عبر الزمن علشان يخلص منه. هنا بيلاقي باتمان نفسه في مدينة غريبة وكمان شكلها مختلف، وبيتفاجئ إن في منشور بالقبض عليه وفي صورته. في اللحظة دي بيعرف إنه سافر لليابان القديمة، وفعلا بيلاقي جيش الساموراي جايين يقبضوا عليه، فبيرمي باتمان قنبلة دخان عليهم علشان يعرف يهرب. وبيقعد باتمان يدور في الأجهزة الحديثة بتاعته عن مكانه، والغريب إنه بيلاقي كل الأجهزة مش شغالة والتكنولوجيا اللي في بدلته متعطلة، لكن كل حاجة بتأكد إنه في اليابان القديمة. وفجأة بيلاقي الجوكر قدامه وبيقولوا إنهم سافروا عبر الزمن في آلة الغوريلا، وبيطلع معاه هارلي وبيبدأوا يهاجموا باتمان، لكن باتمان بيقدر إنه يهرب منهم. هنا بيظهر جيش الساموراي مرة تانية وبيحاربوا باتمان، فبيواجههم وبيقدر إنه يهرب منهم. وبيشوف كاتومان موجودة في الغابة، وبينزل يسألها إزاي وصلت للمكان ده هي كمان، فبتقوله إنها دخلت آلة الغوريلا. والغريب إنها بتقوله إنها موجودة في اليابان القديمة من سنتين، وبتوريله تسجيل كان معاها وقت ما دخلت الآلة إن الغوريلا جمع كل المجرمين في مدينة غسام، وقدر إنه ينقلهم بالآلة الزمنية لليابان القديمة علشان يتخلص منهم ويسيطر لوحده على المدينة. لكن باتمان مش بيفهم إزاي اتأخر عنهم سنتين وهو كان بيحارب غوريلا في نفس اليوم. فبتقوله كاتومان إن الدقايق اللي حارب فيها الغوريلا اتحولت لسنين عبر الزمن. فبيسأل عن باقي المجرمين اللي وصلوا معاها، فبتقوله انهم قدروا يسيطروا على رؤساء الاقاليم ويتحكموا فيها. هنا بيفتكر باتمان ان الفترة دي كانت اليابان متقسمة لاقاليم وكل اقليم بيحارب التاني، وبتعرض كاتومان على باتمان انهم يتحدوا مع بعض، فبيوافق باتمان وبيسألها عن خطتها. فبتقول ان الجوكر معاه آلة الغوريلا الزمنية، وكل اللي عليهم انهم يشوفوا طريقة يوصلوا لها بيها. وبيتنكر باتمان في لبس الكهنة عشان محدش يعرفه، فبيروح مع كاتومان يقعدوا في مكان يشربوا شاي. في اللحظة دي بيتفاجئ إن المساعد بتاعه ألفريد هو كمان موجود، وبياخده على مخبأ حاطط فيه عربية باتمان الحديثة اللي جت معاه في آلة الزمن. وبيقوله ألفريد إن هو اتنقل بالآلة الزمنية وقدر إنه يخلي العربية بعيدة عن الجوكر، لكن فجأة بيهاجمهم جيش الجوكر اللي بيطلع كان بيراقب باتمان. هنا بياخد باتمان العربية علشان يروح على القلعة ويواجه الجوكر، وفعلا بيقدر إنه يعدي الفخ اللي بيجهزوا له الجوكر على الطريق. في اللحظة دي بيقول الجوكر لهارلي تشغل قلعة أرقام، وبيتفاجئ باتمان إن القلعة بتتحرك وبتغير أماكن الأبواب، وكمان ليها إيدين بتحارب بيها وبتحاول تضربه، لكن باتمان بيطير بالعربية وبيقدر إنه يتفادى هجوم الجوكر عليه. وقبل ما يقدر يوصله بيهدده الجوكر بقتل واحدة وابنها، فبيضطر باتمان إنه ينزل تاني علشان ينقذها، لكن بيلاقي باين مصارع السومو ظهر فجأة علشان يحاربه، وبيضرب باين باتمان بكل قوته، لكن باتمان بيقدر انه يشغل اجهزته الحديثة وبيتغلب على باين. هنا بيلاقي طيارة نازلة عليه وهتموت الست وابنها تحتها، فبينزل باتمان تحتها وبيفضل بعيد عنهم لغاية ما الست بتهرب، لكن اول ما بيخرج بيطلع ان كانت خدعة، وبتطلع هارلي وبتضربه، وللأسف بيفقد باتمان الوعي. وقبل ما الجوكر يقضي عليه بيوصل جيش من النينجا الخفاش وبيحاربوا الجوكر، وبيقدروا انهم ياخدوا باتمان وينقذوه من ايد الجوكر. وبيفوق باتمان وبيلاقي نفسه في مركب في نهر السين، وبيتفاجئ ان اغلب الابطال اتنقلوا هما كمان عبر الزمن. وبيقول نايت ان روبن راح يساعد كاتومان والفريد ويطمنوا عليهم، وبيعرف نايت باتمان على ايان قائد عشيرة النينجا اللي انقذته وقت الضرب، وبيقول له ايان ان العشيرة بتاعته عندها نبوءة قديمة عن النينجا اللي هيجي من ورا البحار وينقذهم، وبياخدهم على مكان القبيلة بتاعتهم. وهنا بيتجمع بات مع باقي الابطال وبيقول لهم ان العربية اتدمرت في حرب ضد الجوكر، وبيفكر في طريقة يرجعوا بيها الزمن بتاعهم تاني بعد ما فقدوا كل حاجة متطورة. في اللحظة دي بيوصل روبن ومعاه القرد اللي اتصاحب عليه، وبيقوله ان معاه ليه رسالة، وبيشوف باتمان الرسالة اللي بتطلع من الغوريلا وبيطلب فيها انه يقابله، وفعلا بيروح يقابله. وهناك بيقول الغوريلا انه اخترع آلة الزمن علشان ينقل كل الاشرار من غسام ويسيطر عليها لوحده، لكن تدخل باتمان هو اللي وصلهم لكده. فبيقول له باتمان انه مستعد انه يتعاون معاه علشان يرجعوا لزمانهم تاني. فالغوريلا بيقول له انهم ممكن يخدعوا الجوكر ويستخدموه طعم، وفعلا بيروح على مركب الجوكر بعد ما اتفق معاه يسلمه باتمان، لكن بيظهر باتمان من المركب فجأة علشان يواجه الجوكر، وبيطلب منه يستسلم لانه معاه جيش النينجا تحت المية. هنا بيظهر مساعدين الجوكر بالرشاشات وبيفتحوا عليهم النار علشان يقتلوهم كلهم،
لكن بيطلع ان باتمان بيخدعهم والجيش بتاعه بيهاجم المركب من البر، وبيدخل باتمان والغوريلا المركب وبيحاصروا الجوكر، وفعلا بيقدروا انهم يمسكوه، وبيلبس الغوريلا القناع بتاعه وبينادي على ذو الوجهين اللي اتفق معاه في السر علشان يخلصوا منهم كلهم، وبكده يبقى ضرب عصفورين بحجر واحد. فبيهرب على المركب ذو الوجهين وبيسيبهم في السفينة اللي بتتهاجم بالقنابل، لكن بيتفاجئ ان كات وومن مستنياه في مركبه وبتقوله انها اخدت جزء من الآلة الزمنية بتاعته وهي بتحارب هارلي، وبتطلب منه يرجعها معاه المستقبل مقابل انها تسلمه القطعة يكمل بيها تشغيل الآلة. في نفس الوقت بيكون باتمان والفريق بتاعه بيحاولوا يهربوا من السفينة اللي بتولع وبتغرق، وفجأة بيلاقي الجوكر وهارلي هربوا وبيولعوا في برميل متفجرات وبيفجروا السفينة كلها. بعد كده بتسأل كات وومن الغوريلا عن ميعاد رجوعهم، فبيقول لها انه بيدور على 3 محولات وبكده هيبقوا جاهزين. في نفس الوقت بيفوق باتمان وبيسأل على ألفريد مكانه، فبيقوله انه عند قبيلة الخفاش، وبيلاقي باتمان القناع بتاع العشيرة، فبيرمي القناع القديم بتاعه وبيلبس قناعهم، وبيقول انه غلط لما تعاون مع الغوريلا، لكن دلوقتي هيثق في قدرات العشيرة ويجهز نفسه تاني للمواجهة. وبنشوف 2 مزارعين بيروح لهم ريد وبيضربهم وبيعرف انهم الجوكر وهارلي، لكن بيفضل المزارع يقول له انهم مش فاكرين حاجة، وبيوصل باتمان وبيفضل يسأل فيهم لكن برضه مش بيفتكروا اي حاجة، وبيقول لهم انهم جايين يزرعوا الارض علشان يعيشوا حياة هادية. هنا بيقول باتمان لريد انه يراقبهم، واذا اتأكد انهم ناسين كل حاجة بسبب الانفجار زي ما بيقولوا هيرجعهم معاهم، لكن اول ما بيمشوا بيضحك الجوكر ضحكته وبنعرف انه كذاب. في نفس الوقت بتحرك الغوريلا بأسر أركام، وبيكون باتمان وفريقه بيجهزوا علشان يطاردوهم، لكن الغوريلا بيبدأ يظهر على حقيقته وبيتخلى عن ذو الوجهين. هو كمان بيقول لكات وومن انه هيقدر يتحكم في عقل كل المجرمين، لكن بيتفاجئ بقنبلة بتترمي عليه، وبيطلع ان الجوكر وهارلي رجعوا تاني علشان ينتقموا منه، وبيرميهم بره القصر. وبيروح باتمان وفريقه يمسكوهم. في القصر بيستغل الجوكر أجهزة الغوريلا وبيتحكم في عقل الأبطال، وبيطلع الروبوت العملاق اللي بيفجر الدنيا، وبيتصاب الغوريلا غورد في الانفجار، لكن علشان باتمان وأصحابه أنقذوه بيسلموا الفلوت اللي بينادي بيه على عشيرته من القرود، وبيقولوا ينادي عليهم وهم هيساعدوه في حرب ضد الجوكر. في اللحظة دي بيكون الجوكر بيشوف شاشات المراقبة وبيلاقي هجوم جيش من القرود، وبيطلع روبن اللي بيعزف عليه وبيهجمه، وبتبدأ الحرب بين الجوكر والقرود. وبنشوف قد ايه القرود بتقدر انها تتجمع وبتحارب كفريق واحد، لكن الجوكر بيحاول يفجرهم، وبتشترك مع هارلي في الحرب، وبتتجمع القرود وبتحصن نفسها. هنا بيفتح الجوكر النار عليهم، لكن اللي مش بيكون عامل حسابه هو جيش النينجا الخفاش اللي بيوصلوا ويحموا القرود، وبيقفوا قدام الجوكر على شكل باتمان. هنا بياخد النينجا كل الأبطال وبيضرب قلعة أرقام، فبيدخل الأبطال جوه القلعة، وبيبدأ كل واحد فيهم يحارب شرير من أشرار القلعة اللي اتحدوا مع الجوكر. فبيقف باتمان في مواجهة الجوكر وبيقول انه صدق انه اتحول وبقى شخص طيب. هنا بيقول له الجوكر ان هو كمان كان صدق لغاية ما الزهرة الشريرة بتاعته طلعت، وبيقول انه قدر يخدعه علشان هو نفسه صدق كذبته. في اللحظة دي بتظهر هارلي وبتبدأ تساعده في حرب باتمان، لكن كات وومن بتتدخل وبتواجه هارلي، وبيبدأ كل بطل يضرب شرير وبيقدروا انهم يسيطروا عليهم بعد قتال قوي. في نفس الوقت بتدخل القرود والخفافيش وبيدمروا القلعة، فبيضطر الجوكر انه يحارب باتمان بالسيف زي الحرب اليابانية القديمة، وبيفضلوا الاتنين يحاربوا بعض فوق اسطح البيوت القديمة. وبنشوف قد ايه الجوكر متمكن في القتال وبيحاول يخدع باتمان اكتر من مرة، لكن باتمان بيكون اتعلم من الدرس ومش بيسمح له يخدعه تاني. وبتدخل نينجا الخفاش وبتساعد باتمان انهم يشغلوا الجوكر لغاية ما بيقدر في الاخر يقبض عليه. وفي النهاية بيشكروا القرود اللي ساعدتهم في حرب ضد البشر، وبيقدروا يوصلوا لآلة الزمن وبيرجعوا تاني زمنهم. وبيرجع باتمان يقابل ألفريد وبيسأله عن العربية، فبيقولوا ان اللي موجود دلوقتي هي عربية قديمة، وبيلاقي باتمان عربية بتجرها الخيول. وفي نفس الوقت بتروح كات وومن لمحل تحف وبتبيع القطع اللي جابتها معاها من اليابان القديمة. حرب باتمان والجوكر ما بتخلص، لكن الجديد انهم بيحاربوا بعض في زمن تاني وبلد تانية خالص. وبكده يكون فيلمنا خلص، اشوفكم في فيلم جديد.